بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم من قناة الشيخة زينة الموالي، وكل الهلا بيكم ومنورين حبايب قلبي ومشتركين أصدقائي وأحبتي، وإن شاء الله نشوفكم بخير وبركة، ونتمنى لكم السعادة والخير، وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة شهر التاسع إن شاء الله. فبرج العذراء ويانا راح ابتدي ببرج العذراء، وأتمنى منكم الاشتراك، واللي ما مشترك يشترك ويانا من جدة وجديد، لأن أنا صارلي فترة طويلة تركتكم وانشغلت عنكم حبايب قلبي، فراح نرجع إن شاء الله إن شاء الله. نتواصل على الإنترنت وعلى اليوتيوب، نكون سوية إن شاء الله. أتمنى لكم كل خير، وكل عام وانتم بألف خير يا برج العذراء. برج مميز، برج حلو، برج نظيف، يعني تلقي قلبه نظيف، لكن عنده يعني مشاكل، هموم، ضيقة، قهر. كل هذا راح تخلص بأمر الله وبمشيئة الرحمن. كانت عندها طيارة على سفر لكن توقفت حاليا، يا إما يكون عندها ضيق أو عندها وقفة حال، يا إما عندها أمور متعثرة حاليا وياه، فإن شاء الله الفرج موجود. لا تقلق يا برج العذراء، انت ان شاء الله بهذا الشهر التاسع راح تنفتح لك كل الابواب وكل الطاقات. عندك فد ناس، يعني تشوف ناس واقفين لك وقفة مو زينة، يا اما عين راصدتك، يا اما كلام ينقال من وراك. انت بنفس الوقت عندك السحر قوي جدا قوي يا برج العذراء، حاول تتخلص من عنده إذا كانت رجل أو مرأة، لأن المتكاثف وبالذات العشرية الثانية اللي متأثرة، كلش متأثرة بهذا الأسحار، لأن واحد ثلاث نقاط قدامك، الثلاث نقاط مشغول بالك بيهن. إذا كانت مرأة أو رجل يا برج العذراء أنت مشغول بثلاث نقاط هامينك، مأثرين عليك، يعني إيش أقول لك، يعني أنت من النوع اللي عندك هواي ناس وراك حازينك على اللي حتى لو ما عندك شي، فالحسد موجود عندك والسحر موجود، متأثر كلش متأثر انت بهواي شغلات، دائما تفكر، لأن هو برج الثور ذكي جدا، ودائما عندك تفكير، التفكير دا يقتله. شوف كم شخص عندك يعني دا يرسموا لك رسمة، أو يعني دا يردون يوقعوك بفد مشكلة أو فد ضيق، يعني حتى من برا المكان هم دا يدورون عليك، يحطوك بمطب أو بضيقة يعني، بس انت راح تخلص منهم ان شاء الله ان شاء الله. كل من يتكلم عليك، وكل من يجيب طاريك، وكل من يحكي وراك ويطعنك راح تكشفهم، لان انت من النوع مدى تعطي مجال تنزل راس إلهم، ودائما انت محفوظ كرامتك ومحفوظة كيانك، يعني كلش عندك قوة ومستبد بمعنوياتك وبرأيك كل شي عندك، يعني ما شاء الله يا برج الثور. غير بس عندك اجتك فترة من الفترات، يعني وفترة طالت وياك صحيح، شفت يعني شغلات هواية توقفت عندك بعملك، ببيتك، بمكانتك، دا أشوفها أنا كلها عندك
طاقة سلبية، كلش طاقة سلبية عندك. بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله راح تنال مرادك. عندك نذر، يا إما نذر على فد مشكلة أو فد ضيق راح تطلع من عندها، يا إما أنت كنت نذر إنه إذا صار عندك الفرج أو صار عندك الفرحة هاي راح تتممها. بس بإذن الله إن شاء الله أنت مطلوب هسه نذر، فوفي نذرك وإن شاء الله الأمور تتيسر أمامك. برج الثور لا تنقهر ولا تزعل ولا تتأثر بأي شيء. زين، عندك ما شاء الله الأمور، هذا الشهر التاسع إلك، والباقي الأشهر إن شاء الله داير ما يدورها إلك إن شاء الله. الله يتمم لك بخير. أنا ما أتمنى غير لكل الأبراج الخير والسعادة والفرح، وأتمنى يا برج العذراء تكون أنت من نصيبك الخير والفرحة والسرور. وأتمنى من قناتي قناة الشيخة زينة الموالي ترجع من أول وجديد، وترجع بالطيبين، وبيكم يا أحباب قلبي تكونون وياي سانديني ومساعديني، لأن أنا فعلا دا أبتدي صفحة جديدة وياكم حاليا. بهذا الوقت إن شاء الله بوجودكم واستمراركم وياي راح تساعدوني إنه أدخل مرة ثانية لعالم الإنترنت، لأن أنا شغلي ومكانتي وسفري هو هذا اللي مأثر علي، إنه أنا ما عندي مجال لليوتيوب. فحاولوا إنه أنتم بجهدكم ومجهوداتكم وياي، والقراءة الخاصة، فك السحر، للجلب والمحبة والقبول، هذا كله إن شاء الله تراسلوني على الفيسبوك الشيخة زينة الموالي، وانتو أكيد تعرفوا يعني، وأكيد انتو مجربينه. وإن شاء الله إن شاء الله نكون عند حسن ظن الكل. تحياتي للجميع.